يا باشا انا لو مت دلوقتي هيدفنوني مع المسلمين عادي ولا هيدفنوني فين؟ تعالى وانا اقولك. انا اياد اسلام، ساعات باجل الصلاه وساعات بنساها وساعات بقول بكره انتظم، بس في لحظه ما بقتش موجود. رحت مكان ما فيهوش مواعيد ولا تاجيل ولا هعمل بعدين. اول سؤال اتسالته ما كانش عن شغلي ولا فلوسي، بس اتسالت عن صلاتي. كنت بتصلي ولا كنت بتاجل؟ تخيل انت موجود دلوقتي وبتسمعني، يمكن بترتب لبكره ناوي تعمل ايه، او حتى كمان ساعه تقوم تروح مشوار وفجاه ما بقتش موجود انت كمان. طب عمرك رتبت اليوم تقابل فيه ربنا زي ما بترتب لكل حاجة في حياتك، ولا كنت فاكر ان اليوم ده لسه بدري عليه؟ انا ما كنتش متخيل ان اليوم ده هيجي فجأة كده. ما كنتش متخيل ان اخر حاجة هتتكتب لي ان كنت مأجل الصلاة. ربنا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، مش اللي سابوها، اللي كانوا بيلعبوا بيها تأجيل ورا تأجيل. أصعب لحظة لما تكتشف إنك كنت عايش سنين من غير ما تقف قدام ربنا بجد. كل حاجة كنت مأجلها كان ممكن تلحقها إلا الصلاة، لأن الصلاة لو ضاعت مفيش حاجة بعدها تتصلح. اللي بيأجل الصلاة مش بيأجل فرض، هو بيأجل اللحظة الوحيدة اللي ممكن تنقذه. سلام. ولو مستني أقولك هتدفن فين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي. طب نفهم من ده ايه بقى؟ افهم انت بقى، هو انا اقولك على كل حاجة؟ سلام.